قصة في منتهى البشاعة. كانت واحدة عندها 48 سنة كلمتني بتقول لي إن هي واقعة في موقف مش عارفة تطلع منه. كانت اتعرفت على شاب أصغر منها ب10 سنين، تعرفوا بقالها 5 سنين، يعني كان وقتها مثلا عندها 43 سنة. الشاب ده استدرجها في العلاقة بينهم لمرحلة خلتها بتفكر في الانتحار. هي أصلا متزوجة وعندها ولاد، 3 ولاد، ولكن مشاكل طبيعية بتحصل بين الأزواج خلت إن الاتنين يتفرقوا عن بعض، وهي ريحت على كده وبقوا متصالحين بالشكل ده. فمن ضغوطات الحياة والضغوطات النفسية بدأت هي تعمل سوشيال ميديا، وبدأ يدخل شباب يتعرفوا عليها، فهي فتحت باب عمرها ما كانت تتخيل إن يجيلها منه الأذى، وتعرفت على هذا الشاب. فبقول لها إيه اللي خلاكي تتعلقي بالشاب ده؟ قالت لي الوحيد اللي حسسني بأهميتي، الوحيد اللي حسسني ان ليا قيمة. الشاب ده استدرجها وذلها لدرجة ان هي بقت بتجيب له بنات ويبقى معاهم في علاقة قدامها. يعني هو وصل مرحلة ان هو معلقها ورابطها لدرجة ان مشغلها هي اللي تجيب له البنات ويعمل معاهم علاقة قدام عينيها. حاجة يعني مستوى من الانحطاط غريب جدا. فما استوعبتش هي بتكلمني ليه. طب قلت لها طب انت عايزه مني ايه؟ قالت لي انا مش عارفه اتضايق منه واكرهه واتخلص من التفكير فيه. فهي مستنيه معجزه تحصل للراجل اللي حسسها باهميتها، رغم ان هو دلوقتي بيذلها وقارفها في حياتها ويعني موريها كل القذرات، لدرجه ان قال لها كلمه، قال لها انا اقدر اعمل معاكي حاجات ما اعرفش اعملها مع مراتي. يعني علاقة قمة القرف. فهي مستنية وحي ينزل على مشاعرها يغيرها، فتقوم بعدين عادي بقى ايه تعمل له بلوك ولو كلمها ما ترد، وهكذا. مفيش وحي بينزل على المشاعر، مفيش وحي بينزل على البني آدم يغيره. لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يغيروا يعني أفعال مش مشاعر. الفعل هو اللي بيرفلكت أو بينعكس على المشاعر. فأنت لازم تعملي له بلوك، ولازم تلغي رقمه، ولازم تغيري رقمك وتغيري سكنك لو ينفع، كل حاجة تتغير في سبيل إنك تقطعي كل وسائل الاتصال، علشان يترتب عنها انقطاع كل المشاعر اللي بتربطك بيه. مفيش وحي هيجي أو معجزة هتحصل تخليكي تكرهيه فجأة طالما انت متعلقة التعلق الغريب ده رغم الأذى اللي انت شفتيه من هذا الإنسان. فده كان كلامي معاها وخدتها واحدة واحدة. طبعا ما ينفعش حد في الظروف دي تحسسه ان هو أسوأ إنسان في العالم، لا، هو في ناس بتغلط غلطات أسوأ من كده بكتير، وفي ناس بتغلط غلطات أكبر من كده وهم على قدر أعلى بكتير من التدين والالتزام والعلم وهكذا. لكن الإنسان في الغلطة دي بيبقى محتاج حد بس يحسسه بالأمل، ويحسسه إن هو إنسان كويس، ويحسسه إن عادي في ناس غيرك بتغلط. لازم تعيش معاه الشعور بتاعه، بعدين تاخده من إيده بعد كده للأفعال اللي تخليه بعد كده يغير في مشاعره. فبدأت معاها واحدة واحدة كده نمشي في خطة ازاي تتخلص من وجوده في حياتها، لحد ما بدأت مشاعرها تتغير. وجت قالت لي انا عايز اقول لك على حاجات بكرهها في البني ادم ده. فبدأت احس ان فعلا في نتيجة، لان ما بقتش بتفكر هو بيعمل لها ايه كويس، لا بقت بتفكر هي بتكرهه ليه. والحمد لله الطريقة دي استجابت مع الست دي، لدرجة ان هي الحمد لله تخلصت من وجود الشخص ده في حياتها، وتخلصت بشكل كبير من المشاعر دي. فبنصح اي بني ادم واقع في مشكلة او واقع في ارتباط غير مبرر بالشكل ده انه ياخد اكشنز، ما يستناش وحي ينزل على مشاعره. ولو انت تعرف شخص واقع في المشكلة دي، ما تحسسوش ان هو أسوأ انسان في العالم وان محدش بيعمل كده، لا، انت لازم تحسسه ان هو طبيعي وان الناس كلها بتغلط. فيلا بينا بقى نتحسن مع بعض، ويلا بينا نحل المشاكل مع بعض.